مقفولين بالمرة، مش ممكن ما فماش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه جمهور بس النادي الاهلي. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، الشياطين الحمر مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. الأهلي بيعود من جنوب إفريقيا بنقطة ثمينة وتعادل بعتبره بطعم الفوز، لأنه على المنافس المباشر بتاعك. إن شاء الله الأهلي يقدر يكسب الفريق ده في القاهرة ويبقى حصد 4 نقاط من أصل 6 نقاط بينه وبين هذا الفريق المنافس المباشر لك في المجموعة. طيب نروح لنقطة تانية. كريم الدبيس بكى لانه لقى اسمه خارج قائمة المباراة. هنا الدور الوقائي للطبيب النفسي مهم جدا، ان اللاعب لو ما شاركش يبقى مهيأ نفسيا لهذا وفق رؤية المدرب، وانه لو ما شاركش هو يجتهد في التدريب ويفرض نفسه على المدرب. دي حاجة. اللاعب الثاني اللي بيعبر بقى بالغضب والكلام ده كله، ليه؟ لانه لما ما بيلعبش بيخاف ان مركزه في الملعب يطير منه. ده بيبقى فكر مشوش عند اللاعب. دور الطبيب النفسي مهم جدا 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 في مسيرة نادي بطل بحجم النادي الأهلي، ودايما أنا بركز على النقطة دي لأهميتها القصوى. بعد كده نروح للفيلم الهندي الماسخ اللي حصل بخصوص مباراة الأهلي وإنبي. فطبعا حصل شوية هيصة كده والبلبلة على السوشيال ميديا، احنا كنا في غنى عنها، لكن البيه لازم يحط الجدول كده عشان الاهلي يطلب التأجيل ويبقى الرابطة صاحبة فضل انها اجلت، وانبي يخرج يصدر بيان خلاص هو موافق على التأجيل، بس لازم حتة المن ويمن عليك ويقول لك رغم ان اللائحة بتقول كذا وبتقول كذا والمفروض احنا نعمل كذا ومن حقنا كذا، لكن في النهاية احنا موافقين. يعني بطولة زي دي اصلا انت لا انت عارف تنظم دوري ولا عارف تنظم كاس ولا عندك وقت ومضغوطين، وتحشر لبطوله زي دي عشان ترضي بيها الفرق الفاشله، وفي النهايه تيجي على دماغ فريق زي الاهلي بيمثل مصر وافريقيا. فالاهلي ما يستحقش كده. الاهلي يستحق ان احنا كلنا نقف وراه، وكفايه اللي احنا شفناه اثناء مراسم اجراء القرعه وهذا التقدير الضخم للاهلي على مستوى العالم. بعد كده الاعلاميين الجدد اللي انتمائهم واضح قوي وانتمائهم ضد الاهلي زي ما احنا عارفين، فيجي من اللاعبين السابقين يقول له انت هتشجع الاهلي في بطوله كذا، البيه يقول له لا طبعا مش هشجع الاهلي والاهلي بيلعب لنفسه وبيلعب باسمه وما بيمثلناش وما بيمثلش مصر. طبعا انتوا عارفين ان اللي بيظهروا في التلفزيون دول يعتبر قادة رأي ولهم تأثيرهم على الوعي الجمعي. لما يجي بيه محترم ولاعب ونجم وقدوة والناس بتتأسى بيه وبتتأثر بكلامه، خاصة الجيل الصغير، ويجي يقول حاجة زي كده، يبقى انت بتفتت الانتماء، ودي بتعود بالسلب على المنتخب نفسه. السبب في ده كله مين؟ الاشكال دي، الاشكال اللي بتبث الفرقة بين الجماهير. وبعدين معلش يعني هو الاهلي اللي 90 مليون مستني ميشو وبيشو وشيشو عشان يشجعوه في البطوله هيزودوا، يعني ده كلام بجد هري فاضي. بعض الاعلاميين بحاجه لضبط النوايا قبل ضبط الاداء الاعلامي. نروح بقى لمكافاه الفيفا للانديه اللي هي مشاركه في كاس العالم. الناس بتتكلم على ان الاهلي هياخد 50 مليون دولار. طبعا احنا نتمنى ياخد 100 مليون كمان، لكن يا جماعه عايز اقول لكم ان كل الارقام اللي بتسمعوها دي اجتهادات، حتى وان اتت عن طريق مثلا مجله او صحيفه امريكيه، فهم برضه هناك بيجتهدوا، لانه لم يصدر من الفيفا رسميا حاجه تعرفنا القيم الماليه اللي هياخدها كل نادي. والاسبوع القادم ان شاء الله هنعرف من الفيفا كل نادي هياخد ايه. اخر حاجه معانا فيما يتعلق بموضوع نادي القرن اللي فضلنا فيه في صداع ازلي بقالنا 24 سنه، وازاي السبعه اكتر
او اكبر من التسعة. الكابتن خالد الغندور كاتب على صفحته ازاي فريق سالزبورج النمساوي بيشارك في بطولة كاس العالم للأندية وهو لم يحصل على بطولة واحدة، بطولة قارية يعني. مسألة التقييم والنقاط عشان هم عندهم 12 فريق، وصلت فريق زي سالزبورج ده لأنه بعدد النقاط يلحق بال11 فريق الآخرين ويشارك. يبقى الموضوع ايه يا عم بندق؟ نقاط مش بطولات. الفيفا رد عليك خلاص رسمي. ونختم بموضوع الصفقات والميركاتو الصيفي والشتوي وحدوتة كل نص موسم. النادي الأهلي الكلام المؤكد مليون مليار في المية إن النادي الأهلي يعد لبناء فريق قوي جدا جدا. هل في أسماء وصلت لينا احنا كإعلاميين أو كيوتيوبرز أو كصحفيين معلومة مؤكدة من داخل النادي؟ مفيش. أي كلام بتسمعه دلوقتي تخمين وهبد واجتهادات. ريح دماغك ونفض ودانك من الناس دي اللي عايزة تركب الترند، وانتظر بإذن الله لما تنتهي بطولة انتر كونتيننتال، وبعد كده هنجيب لك معلومة ترضيك وترضي غرورك. الأهلي إن شاء الله في سبيله لتكوين فريق يواكب طموحات النادي الأهلي ويرضي غرورك أنت كأعظم مشجع في العالم. شكرا للمتابعة ونلتقي دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسطورة اسمه النادي الأهلي.